طالعين من العيد بقى ومفلسين، تعالوا نعمل الوصفة المنقذة. صايمين ومحتارين، تعالوا نعمل الوصفة الحرشة الجامدة دي. هنجيب كوباية رز وكوباية عدس ونغسلهم كويس جدا، وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. بعد ما غسلناهم حلو هنجيب حلة نحط فيها الزيت بتاعنا وننزل بالرز مع العدس وقلب قلب قلب لحد ما يتحمروا كده وياخدوا تحميرة حلوة. وهننزل التوابل بتاعتنا بسيطة، مكعب خضار، شوية فلفل اسمر وشوية ملح. بس كده يا سارة؟ ايوه بس كده يا سارة. قولولي بقى الاكلة دي اللي انتوا بتحبوها الحرشة دي بتسموها ايه عندكم؟ يلا كل واحد يكتب لي في التعليقات. بعد ما حطينا المية بقى وحمرناه وحطينا التوابل ومكعب الخضار وحطينا الميه مظبوطه، غطت المعلقه، هنغطي عليه ونسيبه لما يغلي، وبعدين هنوطي النار على نار هاديه يستوي زي الرز عادي خالص